صباح الفل عليك يا حبيبة قلبي، صباحك رضا من الرحمن، صباحك كله كده حاجات حلوة مسكرة. تعالي بقى شوفي النهاردة كده احنا معانا ايه وهنعمل ايه. هنعمل صوبيا الرحماني. الناس طبعا اللي من القاهرة او من السيدة زينب عارفين طبعا المحل المشهور صوبيا الرحماني ده من اجمل محل اللي بيبيع الصوبيا، حاجة جميلة جدا. زي ما انت شايفة كده المكونات معانا كوباية رز مسلوقة، كوباية لبن، كوبايتين زبادي، وملح الليمون ده طبعا مكون اساسي، والقرفة اللي بتتحط على الوش. طبعا دي كده حاجة حلوة سريعة وبسيطة، وعايزه اقول لك مفيده جدا وبتعلي الحرق، وحاجه مفيش اجمل من كده. في منها بيتعمل مزز اللي هو بالملح الليمون بس، وفي منها بملح الليمون، وبتحطي 3 4 معالق سكر عشان ما تبقاش مززه قوي يعني للي مش بيحبوا المزازه دي. فانا النهارده عاملها ميكس كده، معلقتين 3 سكر مع ملح الليمون، وهتاكلي احلى حاجه حلوه ممكن تاكليها، وبسيطه ومكونات بسيطه موجوده في كل بيت فعليا، ومش هتاخد منك اي وقت اكتر من ان انت هتسلقي بس كوبايه الرز في كوبايتين ميه. وهنجيب الخلاط بتاعنا ننزل كده بالرز زي ما انت شفتي في الاول، وكوبايه اللبن وكوبايتين الزبادي. عايزه تخليهم كوبايه زبادي وكوبايتين لبن مفيش مشكله. وهنا ده ملح الليمون المكون الاساسي اللي لا غنى عنه في صوبيا الرحماني دي، او الصوبيا اللي انت شايفاها دي لازم ملح الليمون. وخلطناها بقى، ضربناها ضربه كويسه اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. ويلا بينا بقى نصب الكاسه بتاعتنا الجميله بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. وعلى وشها بقى القرفه، لو مش بتحبي القرفه مش مشكله، بس صراحه هي يعني القرفه دي مرتبطه بيها ومكون اساسي فيها، بتدي كده ميكس رائع بقى ما بين المزازه والطعم بتاع القرفه. بصي كريمي ازاي، مش هتبطلي اكل فيها. وعايزه اقول لك ان هي حلوه جدا للي بيعملوا دايت او اي رجيم، جميله جميله بجد. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش الشير واللايك والكومنتس، وما تنسيش تكتبي لي انت بتشاهديني من اي دوله، ده بيفرحني جدا وبيعجبني جدا. واكتبي لي كده في الكومنتات اللي بتعجبني منك، لو عايزه اي وصفات اقدمها لك او اي فلوجات او اي حاجات زي كده، وايه اللي بتحبوا تشوفوه في القناه، ده برضو بيساعدني جدا. هنا بقى زي ما انت شايفه كده بقى انزلي بالقرفه، عايزه تكتريها تقلليها، انا بحبها صراحه كتيره كده على وش الصوبيا، لان بتديها مذاق وطعم روعه روعه. صدقيني اعمليها وهتنفع برضو لو عندك في الثلاجه وجايلك اي ضيوف، او لو اولادك بقى بدل ما يجيبوا بقى السناكس اللي بيجيبوها من بره اللي ما فيهاش اي فايده دي، لا دي حاجه مختلفه جدا وحاجه مفيده جدا وهتعجبك. ولو عايزه تخففي القوام عن كده ممكن تزودي لها اللبن، عايزه تقليه عن كده ممكن تشيلي كوبايه اللبن لو انت حباها يكون سميكه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.